لو زهقتي بقى من الفراخ المسلوقه والطريقه التقليديه، يبقى الحل الوصفه بتاعي النهارده. الوصفه بتاعي النهارده انا متاكده ان هي هتعجبك، ولو جربتيها هتعتمديها ومش هتبطلي ابدا ابدا انك تعملي. انا عملت الوصفه دي باوراق فراخ، ممكن تعمليها انت بصدور او فراخ كامله. عايزه اقولك ان الاولاد عندي ما بيحبوش اصلا الوراك، وما عملتها بالطريقه دي كلوها وكمان حبوها. تعالى اقولك الطريقه عملتها ازاي، بس في البدايه نصلي على الحبيب. وما تنسيش بقى المتابعه للصفحه عشان يوصلك كل جديد، وتكومنت القمر زيك يا قمر كده عشان تشجعيني. اول حاجه هقطع الفراخ بتاعتي عشان اضمن انها تستوي كويس وما تاخدش وقت معايا بصلايه كبيره مقطعاها حلقان. هبتدي احمرها في شويه زيت كده في طاسه عندي، وتنيني اقلب فيها لحد ما البصلايه تاخد لون وتحمر بالشكل اللي قدامكم ده. انا عايزاها في الوصفه دي تاخد لون. وبعد ما تاخد اللون الاحمر اللي قدامك ده، هجيب بقى قرن فلفل اخضر وفصين توم متقطعين ناعم او مفرومين ناعم. هبتدي اقلبهم بقى كويس لحد ما ريحه التوم تبتدي تطلع معايا كده واشمها. ولو لسه مكمله معايا لحد هنا، ما تنسيش تنزلي الصلاه على النبي في التعليقات وتدوسي متابعه للصفحه. وبعد بقى ما ريحه التوم الجميله دي طلعت، نبتدي بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا، ونيجي بقى للتوابل اللي هنحطها عليها. هنحط معلقه كبيره ملح، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه كبيره كاري. والكاري هنا هو بيديها طعم ولون جميل جدا، يا ريت ما تستغنيش عنه. ومعلقه من السبع بهارات او التوابل المشكله. وعندي مكعب مرق دجاج، عايزه استغنى عنه مفيش مشكله. هقلب بقى الفراخ تقليبتين كده واخدها تشويحه. وبعد ما الفراخ بتاعتي اتشوحت مع البصل وخدت الطعم منه، هبتدي اخرجها تاني في طبق خارجي كده. هجيب بقى 3 حبات من الطماطم المتقطعه مكعبات صغيره، وهنزلها بقى على البصل اللي عندي ده، وهقلبها واغطيها لحد ما الطماطم دي تستوي تمام. وفي المرحله دي وبعد ما الطماطم بتستوي، بنزل عليها بنص كوبايه ميه، وانزل بالفراخ تغلي غلوتين. هو للاسف الخطوه ديت ما صورتش لان الكاميرا فصلت وما اكتشفتش الا بعد ما خلصت. وبعد كده بقى بنزل بعد ما الفراخ خدت غلوه، بحطها بقى في اي صينيه عندي بتخش الفرن تكمل بقى سواها وتاخد اللون والشكل الجميل اللي قدامك ده. ما تنسيش بقى تجربيها وتقولي لي ايه رايك فيها، وبألف هنا.